طارق زيارته الرسمية إلى الجزائر وسط ترقب لما يمكن أن تحمله الزيارة من إشارات أو رسائل دبلوماسية تتجاوز ما أعلن من اتفاقيات اقتصادية وتنموية. فبين توقيع مذكرات التفاهم وتعزيز العلاقات الثنائية، برز غياب لافت لأي إحالة على ملف الصحراء المغربية الذي ظل طيلة السنوات الأخيرة بندا مهيمن على أجندة علاقات الجزائر الخارجية، خاصة مع الدول العربية. غياب هذا الملف الذي يعتبر لب النزاع القائم بين الجزائر والمغرب دفع مراقبين إلى قراءة مزدوجة للخطاب الصامت الذي طبع الزيارة. فمن جهة بدا أن سلطنة عمان تمسكت بنهج الحياد النشاط الذي لطالما شكل حجر الزاوية في سياستها الخارجية، ومن جهة ثانية تساءل البعض عما إذا كانت مسقط تهيئ بهدوء وعلى طريقتها أرضية دبلوماسية للوساطة بين الجارين المتخاصمين، اعتمادا على رصيدها الموثوق في الوساطات الهادئة وخبرتها في إدارة النزاعات المركبة دون ضجيج. في ظل هذه التكهنات، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في العاصمة العمانية مسقط للصحيفة أن سلطنة عمان تتعامل مع هذا الملف بحساسية استثنائية، إدراكا منها لطبيعته المعقدة والمتداخلة إقليميا وسياسيا وتاريخيا. وعلى هذا الأساس فإن مسقط لا تبادر إلى الوساطة أو التدخل ما لم يكن ذلك بطلب مباشر وصريح من كلا الطرفين المعنيين. ونبه المصدر الحكومي العماني ذاته إلى أن لا المغرب ولا الجزائر قدم حتى الآن أي طلب رسمي للسلطنة بشأن الوساطة أو لعب أي دور في نزاع الصحراء، سواء من خلال قنوات دبلوماسية معلنة أو عبر رسائل خلفية أو غير رسمية، وهو ما يجعل عمان تلتزم الحياد الكامل دون مبادرة أو تحرك احتراما لسيادة قرار كل دولة وتوجهاتها.